صفقة أرون بوبنزا خلاص ضاعت على نادي الزمالك رسميا. نادي الزمالك ما بقاش ليه أي حق في إن هو يضم اللاعب خلاص بيتم اتفاقه مع فريق رابط بوخارست الروماني، وخلاص الصفقة شبه انتهت بالنسبة لنادي الزمالك. بس المشكلة مش هنا، المشكلة إن طلع علينا ناس كتير من الزملكاوية مين بقى بيتهموه بفشل الصفقة دي. تعالى كده معايا شوف الفيديو ده وشوف الزملكاوية بيتهموا مين في فشل صفقة انتقال أرون بوبنزا لنادي الزمالك. اتفرج كده معايا على الفيديو ده. الطرف الثالث ده مش عايز الزمالك يبقى عنده صفقه كبيره مرعبه زي صفقه ارون. هو الطرف الثالث ده اللي حضراتكم اكيد عارفينه، زي اللي هرب ايمانويل يقدر يعرف مين الطرف الثالث اللي مش عايز ارون يجي. ده اعلامي من المنتمين لنادي الزمالك بيتهم النادي الاهلي علنا، وبيتهم المنتمين للنادي الاهلي بالتسبب في فشل صفقه انتقال ارون بومنزا لنادي الزمالك، علشان احنا خايفين من انتقال اللاعب لنادي الزمالك وانه يسجل قدامنا في السوبر الافريقي. تعالى بقى هنا معايا اقول لك الحقيقه واقول لك السبب الحقيقي في فشل انتقال ارون بومنزا لنادي الزمالك، واللي نزلها على فكره صفحات زملكاويه كتير. السبب الحقيقي في فشل الصفقه هو والد اللاعب. والد اللاعب اللي رفض انتقال ابنه لنادي الزمالك علشان نادي الزمالك عليه مديونيات كتير للاعيبه في الفيفا، وعليه قواضي كتير مرفوعه ضده من لاعبين سابقين ومدربين في الفيفا. فوالده قال له لا، مستحيل تلعب في نادي الزمالك علشان ده نادي ما بيدفعش الفلوس اللي عليه. هو ده السبب الحقيقي في فشل انتقال ارون بوبنزا لنادي الزمالك. السلام عليكم.